في نوع من القتلة دماغه مش بتشتغل زي باقي البشر. مش بيقتل علشان ينتقم ولا حتى عشان الفلوس، لكن علشان يستمتع بقتل الضحية. والمرعب أكتر إنه يقولك أنا القاتل ويبعتلك أدلة ويتحداك تمسكه. اسمه ارتبط ب5 جرائم قتل مؤكدة، لكنه ادعى إنه قتل أكتر من 37 شخص. في حلقتنا النهاردة هنحكي عن واحد من أكتر القتلة الغامضين في تاريخ أمريكا، اللي اتحدى الشرطة ودوخ الصحف وأطلق على نفسه اسم زودياك. البسوا سماعاتكم واستعدوا، بس خلي بالكم لأن الحلقة دي مش لأصحاب القلوب الضعيفة. في ليلة هادية من ليالي ديسمبر سنة 1968 كان في 2 مراهقين قاعدين بعربيتهم في طريق ريفي منعزل في مدينة بينيسيا، كاليفورنيا. ديفيد فاراداي 17 سنة وبيتي لوجنسون 16 سنة كانوا بيقضوا وقتهم بهدوء لحد ما ظهرت عربية تانية وراهم. وقفت شوية وبعدين اختفت. فجأة العربية رجعت ونزل منها راجل مجهول. قرب من العربية وضرب النار عليهم بدون أي إنذار. بيتي ماتت على طول. ديفيد لحق يتنقل للمستشفى لكنه مات أول ما وصل هناك. الشرطة وصفت الجريمة بالعشوائية وما كانش فيه أي حد مشتبه فيه، والموضوع اتقفل على كده. لكن اللي محدش يعرفه وقتها هو إن دي كانت أول ضربة من القاتل اللي بعدين سمى نفسه زودياك. بعدها بشهور في يوم 4 يوليو سنة 1969 في يوم الاستقلال الأمريكي كان في عربية راكنة في مكان منعزل جواها 2 شباب، دارلين فيرن 22 سنة ومايكل ماجو 19 سنة. وحصل نفس السيناريو تقريبا. الراجل قرب منهم وضرب عليهم نار. دارلين ماتت لكن مايكل نجا بمعجزة، ووصف للشرطة إن القاتل كان راجل أبيض جسمه متوسط لابس لبس غريب وسايق عربية سوداء. المفاجأة بعدها بساعة الشرطة استقبلت مكالمة من مجهول قال فيها: أنا اللي قتلت ال2 دول وكمان قتلت اللي قبلهم في ديسمبر. القاتل اعترف لكن بدون اسم، بدون عنوان وبدون وش. بعد الجريمة دي ب27 يوم 3 صحف مشهورة في كاليفورنيا استلمت 3 جوابات مرعبة من شخص ماضي باسم زودياك.
كل جواب فيهم كان فيه التالي: جزء من شفرة غريبة زودياك هو اللي كاتبها، تفاصيل محدش يعرفها غير القاتل نفسه، وتهديد انه هيقتل تاني لو الجوابات دي ما اتنشرتش. وفي اول مرة اسمه ظهر فيها، ظهر معاه رمز مش مفهوم، دايرة وعليها صليب. اشهر شفرة فيهم اتسمت زي 340، ما تفكتش غير بعد اكتر من 50 سنة، في سنة 2020. في يوم 27 سبتمبر سنة 1969 كان في 2 شباب على ضفاف بحيرة بريسيا، براين هارتنل 20 سنة وسيسيليا شيبرد 22 سنة. المرة دي زودياك قرر يغير طريقته، لبس قناع اسود غريب عليه نفس الرمز المرعب بتاعه، الدايرة والصليب. قرب منهم، هددهم بالسلاح وربطهم، وبعدين طعنهم بالسكينة أكتر من 10 مرات. سيسيليا ماتت، لكن براين بأعجوبة نجا من الحادث وقدر يوصف كل حاجة، لدرجة إن زودياك كان حاطط الرمز بتاعه على عربية الضحية بخط إيده. في الجريمة الرابعة الضحية كانت مختلفة شوية عن الضحايا اللي فاتوا. بول ستاين 29 سنة، سواق تاكسي، خد راكب من شارع في سان فرانسيسكو. وبعد دقايق الشخص اللي ركب معاه ضربه بالنار من ورا، وسرق جزء من هدومه ومشي. المرة دي الجريمة دي كانت في منطقة سكنية فخمة، وفي شهود شافوا الراجل ده وهو بيهرب، لكن كالعادة محدش قدر يوصله. بعدها بأيام زودياك بعت جواب للشرطة في جزء من القميص بتاع بول، وكأنه بيقول لهم: أنا قدامكم ومش هتعرفوا تمسكوني. زودياك ما كانش بيقتله بس، ده كان بيتسلى، بيتحدى الشرطة والعالم، بيبعت ألغاز مرعبة، وكان بيقول في جواباته: أنا بقتل عشان ده ممتع، واللي قتلتهم هيفضلوا عبيدي في الحياة التانية. زودياك ادعى انه قتل 37 شخص، لكن الشرطة ما قدروش يربطوه غير ب5 جرائم مؤكدة. وسط كل الجرائم اللي بتحصل دي، في سؤال واحد كان بيدور جوه عقل الناس: مين زودياك؟ مين هو الراجل ده؟ ده السؤال اللي العالم كله كان بيسأله لنفسه. الشرطة شكت في واحد بيعمل نفس نوعية جرائم زودياك، اسمه آرثر لي آلان، بس ما كانش فيه دليل كافي ضده. عينات الحمض النووي مش متطابقة، والبصمات ما ساعدتش في حل القضية دي. وفي سنة 2021 مجموعة بحث خاصة قالت إنها متأكدة من هوية زودياك، لكن الشرطة قالت إن الأدلة ضعيفة، والنتيجة في الآخر القضية فضلت مفتوحة لأكتر من 50 سنة. زودياك بقى رمز للرعب، ولحد النهاردة بيلهم صناع الأفلام والكتب، زي الفيلم المشهور اللي اتسمى على اسم القاتل نفسه زودياك، واللي نزل في سنة 2007، وكان بيحكي القضية كلها بشكل تفصيلي. ومع كل سنة جديدة بيظهر حد جديد يقول: أنا عرفت مين زودياك، لكن الحقيقة هي إن القاتل لسه حر، ولسه لحد النهاردة هويته ما تعرفتش. في عالم الجريمة القتلة بينكشفوا حتى لو بعد سنين، لكن زودياك
لحد دلوقتي محدش عرفه. القضية دي كانت واحدة من أرعب وأغرب الجرائم في أمريكا. قاتل ظهر فجأة، لعب بالكل واختفى، وساب العالم كله يسأل هل هو مات ولا لسه عايش؟ وانتوا كمان شاركونا برأيكم وتوقعاتكم في الكومنتات. في النهاية زودياك ما كانش مجرد قاتل عادي، زودياك كان لغز حي لسه لحد دلوقتي محدش عارف يفكه.